بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أول حصة من كورس التأسيس لطلاب تانية بكالوريا. طيب الكورس ده لمين أصلا؟ الكورس ده للطالب اللي داخل تانية بكالوريا لسه ما حددش هو يختار أي مسار، سواء مسار البرمجة أو أي مسار تاني. مين تاني موجه ليه الكورس ده؟ تاني حد الطالب اللي داخل أولى ثانوي. الطالب اللي داخل أولى ثانوي وعايز يذاكر برمجة من دلوقتي أو يأسس نفسه فيها برضه هيكون مفيد ليه. الطالب اللي داخل حاسبات ان شاء الله خلص امتحانات ثالثه ثانوي ومخطط يخش حاسبات او هندسه قسم حاسب، الكورس ده مفيد ليه برضه. طيب هنبدا من الاول خالص. حد ما عندوش اي خلفيه عن البرمجه، يعني ما يعرفش اي حاجه عن البرمجه قبل كده، مش شرط يكون كويس في الانجليش ولا في الرياضه اللي هي الماث، مش شرط يكون كويس في اي حاجه، اهم حاجه يركز معانا. طيب هنبدا من الاول خالص. الكورس ده متاخد يعني اجزاء منه كتيره من كورس السي اس 50. السي اس 50 ده هو كورس اتاخد في هارفارد ومتاخد برضه من منهج اولى ثانوي. كورس التاسيس هيكون مبني على الاثنين دول، اجزاء من كورس سي اس 50 ومنهج اولى ثانوي. طيب بالراحه الاول، الكمبيوتر ده ليه؟ يعني ليه عملنا الكمبيوتر ده؟ او ايه استخدامه؟ تعال نتخيل مثلا معايا عندك مخزن كبير جدا، مخزن ملابس كبير. المخزن ده فيه بضاعه كتيره بتجيله، يعني مثلا في اليوم الواحد مثلا بيخش له بضاعه مثلا وليكن 5000 قطعه بتخش له، تيشيرتات، بناطيل، كل انواع الهدوم اللي بتخش له. المصنع ده مثلا فاتح من 2005، في كميه داتا كبيره جدا، عندنا. طيب الداتا دي انا عايز اخزنها، لو خزنتها بشكل دفاتر من عندي 2005 لحد دلوقتي السنه اللي احنا فيها، هيبقى عندي دفاتر اكتر تقريبا من الهدوم اللي موجوده عندي. طيب انا عندي بقى مرتجع وعندي اوردرات وعندي الكلام ده كله، ازاي هقدر انظم الكلام ده؟ هل لو عملته بشكل دفاتر وحاجه عايز ارجعها وحاجه عايز اعرف مين اللي اتباع وايه ما اتباعش، اقدر اعرف كل ده ازاي؟ الكلام ده زمان كان بياخد وقت كبير جدا عشان نعمله، وكان ممكن يبقى فيه نسبه خطا كبيره. طيب يبقى الكمبيوتر اول حاجه بيعمل ايه؟ اول حاجه بيخزن البيانات دي، طيب يبقى هو كان معمول لتخزين البيانات بس؟ لا، مش تخزين اي بيانات، تخزين البيانات الضخمه. يبقى انا مش عندي اي داتا، لا، تخزين البيانات الضخمه، يعني بيانات زي ما احنا قلنا كده مصنع كبير جدا، بيانات الضخمه. طيب تاني حاجه معالجه البيانات دي، معالجه البيانات اللي معايا دي. يعني انا دلوقتي اقدر اعرف من البيانات اللي معايا دي انا بعت كام قطعه وعندي كام قطعه في المخزن، لو عملت اوردرات وحد رجعها مثلا، كل ده اقدر ايه؟ اعرف منه. ثالث حاجه استرجاع البيانات دي. انا خلاص بعت، انا في اي لحظه دلوقتي اقدر اطلع داتا منه في اي حاجه، استرجاع البيانات. هنشوف كل ده في الباوربوينت دلوقتي. طيب يبقى انا كده عرفت ان هو بيخزن البيانات الضخمه وبيعالج البيانات دي واقدر استرجعها في اي وقت. تمام، ممكن نحذف ده كله. كل ده هنكرره تاني بس في السلايدات. تمام، دي اول حاجه هنتكلم عنها النهارده. طيب انا بعد ما عرفت هو اتعمل ليه، لازم اعرف مكوناته، بيتكون من ايه؟ بيتكلم عن الهاردوير والسوفت وير، وبيشتغل ازاي من جوه، يعني ازاي الكومبوننتس دي، المكونات اللي هنا ازاي بتشتغل مع بعض. وبعد كده نتكلم عن المجالات اللي هتكون متاحه ليك لو اخترت مسار الهندسه. طيب نيجي نتكلم اكتر، كلامنا عن مهام الكمبيوتر، عايزين نبسط الموضوع اكتر. هنتكلم في الاول ان عندي انبوت، في الاول انبوت يعني ايه؟ يعني مدخلات. انا عندي مدخلات، عندي هنا عندي مدخلات في الكمبيوتر بتاعي. تمام، انا عندي مدخلات. طيب الداتا اللي داخله لي دي هتخش فين؟ هتخش هنا في النص عندي على العمليه اللي هي ايه؟ بروسيسنج. يعني ايه كلمه بروسيسنج؟ هتخش على بروسيسنج، يعني ايه؟ يعني معالجه.
طيب المعالجه دي ده اللي هنتكلم فيه، ايه اللي بيتم في النص؟ يعني كل الشغل بتاعنا هنا ايه اللي بيتم في النص؟ بيطلع لي في الاخر ايه؟ بيطلع لي في الاخر اوتبوت. يعني ايه اوتبوت؟ يعني مخرجات. يبقى دلوقتي عندي انبوت يعني مدخلات داخله لي، عندي بروسيسنج بيحصل، معالجه في النص، وعندي بعد كده اوتبوت بيطلع. طيب دلوقتي الانبوت دوت بنسميه ايه؟ النقطه دي مهمه جدا. يعني دلوقتي هنتكلم عن نقطه مهمه، ممكن نجيب لها بورد جديده نتكلم عن نقطه مهمه. الفرق بين ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه عندي كلمه داتا. يعني ايه داتا؟ يعني بيانات. نفترض ان انا عندي طالب اسمه محمد. طيب محمد دوت جاب درجات معينه. انا عندي قلت لك عندي 50 70 75 90. دي قدامك ارقام هل ليها معنى؟ يعني انت دلوقتي شفت الارقام دي 50 70 75 90، هل دي ليها معنى بالنسبه لك؟ ملهاش معنى. طيب قلت لك دي الداتا دي عباره عن درجات محمد في العربي مثلا. انا كده قلت لك ايه؟ قلت لك معلومه. دي كده عملت ايه؟ دي كده معلومه. دي كده هنسميها انفورميشن. يعني ايه انفورميشن؟ يعني معلومه عندي. طيب هل استفدت منها بحاجه؟ لسه ما استفدتش منها بحاجه، هنعرف دلوقتي. يبقى دي عندي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها انفورميشن. يعني ايه؟ يعني دي معلومه عندي بس لسه ما عملتش بيها حاجه. دي درجات محمد في العربي. تمام؟ يبقى الاول كانت داتا، دي بنسميها رو داتا. يعني داتا خام عادي جدا ما استفدتش منها اي حاجه ولا ليها اي معنى. يبقى دي رو داتا. طيب بقت انفورميشن امتى؟ لما قلت ان دي درجات محمد في العربي. كده بقى ليها معنى. دي كده ليها معنى. عرفت ان دي درجات طالب في ماده اللغه العربيه. طيب ايه بقى اللي يحصل بعد كده؟ هبدا الاحظ بقى. هتلاحظ ايه؟ ان والله الدرجات دي مالها؟ هتقول لي والله من 50 ل 70 دي الدرجه زادت، محمد درجته زادت، بدل ما كان بيجيب 50 جاب 70. بعد كده بقت 75، بعد كده 90. يعني الدرجه زادت. كده اقدر يبقى عندي ايه؟ كده بقى عندي نولج. كده بقى عندي نولج. يعني ايه؟ بقى عندي معرفه. نولج يعني معرفه. يبقى انا كده بقى عندي معرفه. ايه هي؟ استنتجت ان درجاته بتزيد. درجاته ايه؟ بتزيد. طيب زي ما انت لاحظت كده. يبقى دي تعتبر المرحله اللي قبل الاخيره. ده هيخلينا نعمل ايه بقى؟ ده هيخلينا ناخد قرار. ديسيجن. هيخلينا ناخد ايه؟ قرار بناء على الدرجات دي. والله انا عرفت ان محمد مثلا زاد في الماده دي، فخلاص اقدر مثلا اقول والله ان مستواه اتحسن بسبب كذا وكذا وكذا. محتاج مثلا يحسن نفسه في الشيء الفلاني. ايا كان بقى، ممكن نطبق ده على اي مجال، الطقس مثلا، اي حاجه. يبقى عندي بيانات خام بيحصل لها ايه بقى؟ دي اهم كلمه نكتبها بالمختلف. بيحصل لها ايه؟ من الخطوه دي للخطوه دي بيحصل ايه؟ الخطوه دي بيحصل ايه؟ بيحصل بروسيسنج. يعني معالجه. بيحصل ايه؟ معالجه. هنا بيحصل معالجه. يبقى بين كل خطوه والثانيه بيحصل ايه؟ بيحصل معالجه للبيانات دي اللي انا دخلت لي، عشان في الاخر اقدر اتخذ ايه؟ اقدر اتخذ قرار بناء على البيانات اللي معايا. مين بقى اللي بيعمل كده؟ الكمبيوتر بيعمل كده. انا بدخل له داتا خام، هو بيطلع لي ايه؟ انفورميشن، على اساسها اقدر اخد قرار معين. طيب كلام زي الفل. نقدر نمسح كل ده. نتكلم بقى في جزئيه مهمه زي ما قلنا. الجزئيه اللي بعديها اللي هي خلصنا مهام الكمبيوتر، اتكلمنا عن الفرق بين الداتا والانفورميشن والنولج، وقلنا في الاخر ان احنا بناخد ديسيشن. طيب هنشوف ايه مكونات الكمبيوتر. طب لو قلت لاي حد الكمبيوتر ده عندك مكون من ايه؟ هيقول لك والله هنفترض ان احنا ما نعرفش، يعني هنفترض ان ما حدش يعرف لسه، بادئين من الصفر.
يقول لك الكمبيوتر ده عباره عن ايه؟ نكتب هنا فوق مكونات الكمبيوتر. هما حاجتين، يا عندك هاردوير يا سوفت وير. طب يعني ايه الكلام ده؟ هاردوير، انت دلوقتي ماسك موبايلك في ايدك، وقع اتكسر، الشاشه دي ايه؟ الشاشه دي هاردوير، يعني شيء ممسوك في ايدك. طيب يبقى الهاردوير ده اي حاجه ايه؟ اي حاجه ملموسه. طب زي الفل. طيب السوفت وير، السوفت وير ده اللي هو ايه؟ اللي هو نظام التشغيل او اي ابلكيشن شغال عندك. يعني مثلا واتساب، الواتساب عندك ما رضيش يفتح، اي ابلكيشن عندك ما رضيش يفتح، لعبه ما رضتش تفتح، كل ده ايه؟ غير ملموس، صح؟ غير ملموس. طيب زي ايه عندك الهاردوير؟ يعني الهاردوير ده زي ايه عندك؟ اديني امثله. احنا زي ما قلنا الموبايل. طيب في الكمبيوتر مثلا هيبقى عباره عن ايه؟ عندك اول حاجه طبعا ممكن تشوفها قدامك المونيتور ذات نفسه، الشاشه. الشاشه دي ايه؟ الشاشه دي هاردوير. طيب ايه تاني؟ عندك الماوس. الماوس ده ماله؟ ده هاردوير. طيب الكيبورد، ايه هو الكيبورد؟ لوحه المفاتيح، برضه ده هاردوير. كل ده ايه؟ كل ده هاردوير، حاجات اقدر امسكها في ايدي. تمام؟ طيب وده هنتكلم عنه بالتفصيل بقى من جوه، وهنجاوب على اهم سؤال. دايما السؤال اللي يجي اللي هو اجيب انهي لاب؟ اجيب لابتوب، ايه مواصفاته؟ ان شاء الله هتخش مسار البرمجه تلاقيهم بيسالوك انت دخلت مسار البرمجه تبقى مهندس، ايه اللاب اللي نشتري؟ تنصحنا نشتري انهي لاب؟ ده هنجاوب عليه. الكمبيوتر من جوه مكون من ايه؟ وهنتكلم عن الاجزاء اللي جواه. طيب ايه بقى السوفت وير؟ وده اغلب الشغل بتاعنا، يعني اي حد ان شاء الله يخش حاسبات او كده اغلب الشغل بتاعه له علاقه بالسوفت وير. هو باكتر ماده بيهتموا بيها. ممكن الهاردوير للناس اللي بتخش هندسه قسم حاسب ممكن تهتم اكتر بالهاردوير، لكن شغل حاسبات اغلبه في السوفت وير، والابلكيشنز والحاجات اللي هتعملها هتكون اغلبها سوفت وير. طيب يبقى قلنا السوفت وير ده اي حاجه غير ملموسه. طيب زي ايه؟ زي اي ابلكيشن انت بتستخدمه. زي اي ابلكيشن انت بتستخدمه. يعني انت مثلا زي ما قلنا مثلا عندك مثلا الواتساب. الواتساب عندك مثلا اي ابلكيشن، انت عندك مثلا الوورد لو عارفينه اللي بنكتب عليه، اي ابلكيشن. طب مين اللي بيشغل كل دول؟ حاجه اسمها الاوبريتنج سيستم، بنرمز له باو اس، اوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. في مواد كامله جوه حاسبات اسمها يمكن مادتين او ثلاثه كمان بيتكلموا عن الاوبريتنج سيستم بس، اللي هو ايه؟ اللي هو نظام التشغيل. طيب الاوبريتنج سيستمز دول في منهم ايه؟ يعني لو هنتكلم عن الاوبريتنج سيستم، والله اشهر اوبريتنج سيستم مين؟ اللي شغال على كل اجهزه الكمبيوتر، اغلب اجهزه الكمبيوتر، اللي هو الويندوز، صح؟ طيب ايه تاني غير الويندوز؟ طبعا ممكن تكونوا سمعتوا عن اللينكس. لو سمعتوا كلمه السيرفر وقع قبل كده او الكلام ده، في الاغلب السيرفر ده شغال بلينكس. ان شاء الله لما تخشوا برضو كليه ممكن تحتاجوا حد يحتاج مثلا لينكس يستخدمه، لانه فيه مميزات وهو اوبن سورس، هنتكلم عنه برضو. طيب في ايه بقى الاجهزه ابل؟ والله في الكمبيوتر بيبقى اسمه ماك، بيبقى اسمه ماك او اس. وعندك في اجهزه الموبايل، اي موبايل دلوقتي سواء سامسونج اوبو، كل الموبايلات دي شغاله بايه؟ شغاله بالاندرويد. طيب واجهزه الايفون والحاجات دي شغاله بالاي او اس. الكلام زي الفل. طيب يبقى كده قلنا ان عندنا هاردوير هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي وبيتكون من ايه، وعندنا سوفت وير. وقلنا السوفت وير ده غير ملموس، زي الواتساب، زي الوورد، زي اي ابلكيشن عامه على الموبايل، زي اي لعبه مثلا الناس اللي بتلعب ببجي مثلا، ده يعتبر سوفت وير، حاجه غير ملموس، ابلكيشن. طيب قلنا اوبريتنج سيستم زي ايه؟ زي الويندوز، زي لينكس، زي الماك او اس، زي الاندرويد، زي الاي اس. كل دي مالها دي؟ كل دي اوبريتنج سيستمز. طيب عايزين نتكلم عن ايه بعد كده؟ زي ما قلنا عايزين نتكلم اكتر بقى عن الهاردوير. يجي لك حد ان شاء الله كده يقول لك ابني عايزين نجيب له لابتوب. نجيب له لابتوب ايه؟ تنصحنا بايه؟ طيب عايزين نفهم بالراحه خالص. لو مسكنا المذر بورد، لو فتحت كده الكمبيوتر عندك
او اي بي سي، تلاقيه كده ماذر بورد كبيره، تمام. هتبص هتلاقي جواها قطعه كده، كذا قطعه، ودوائر وكباسيتورز ومكثفات والكلام ده كله. انا بقى مهتم بمين؟ انا مهتم باربع حاجات. تخيل بس ان دي الماذر بورد اللي مسحها دلوقتي، اكيد كلكم شفتوها. طيب انا دلوقتي الماذر بورد عندي دي، انا مهتم بايه؟ باربع حاجات. اول حاجه عندي مهتم بيها مين؟ المعالج. الايه؟ المعالج. المعالج ده اللي هو ايه؟ هو السي بي يو. السي بي يو. طيب السي بي يو ده اختصار ايه؟ شايف 3 حروف قدامك، اختصار سنترال بروسيسنج يونت. يعني ايه الكلام ده؟ سنترال بروسيسنج يونت ده كانه العقل بالظبط، وحده المعالجه المركزيه. اي تاسك لازم يمر على ايه؟ على السي بي يو، هو اللي هيوزع التاسكات اصلا. وهنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل وعن انواعه والكلام ده كله. ان شاء الله هتخلص هتعرف تقترح لاي حد لابتوب يشتريه او اي جهاز يشتريه على حسب امكانياته ولا حسب الحاجات اللي هو عايزها ليه. طيب تاني حاجه معايا ايه؟ تاني حاجه بعد المعالج عندي الرام. ايه الرام دي؟ والله الرام دي ذاكره الوصول العشوائي. يعني ايه الكلام ده؟ انا اعرفهم ونعرف انواعهم دلوقتي. ذاكره الوصول العشوائي او بيسموها راندوم اكسس ميموري. بيسموها ايه؟ راندوم اكسس ميموري، يعني ذاكره الوصول العشوائي. طيب دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتنفذ التاسكات اللي شغاله دلوقتي حالا. بص ناو، حالا اي تاسك شغال حالا، مش بيشتغل على الهارد ديسك اللي لسه هنتكلم عنه، لا بيشتغل على الرام. طيب هنتكلم عنها بالتفصيل برضه. ثالث حاجه هنتكلم عنها هي ايه؟ الهارد ديسك. الهارد ديسك ده اللي بيبقى مساحته اكبر بقى، ده اللي بيكون مساحته اكبر، وفي منه اتش دي دي، في منه اس اس دي. طيب ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيخزن عليه البيانات بشكل دائم، يسموه الروم. ار او ام، ريد اونلي ميموري. تمام. في ايه بعد كده؟ رابع حاجه برضو عندنا، في طبعا مكونات تانية جواه، بس حاجه عندنا اسمها الجي بي يو. ده ايه؟ ده كارت الشاشه. كارت الشاشه. طيب كل دي مكونات الاهم او الاساسيه في الكمبيوتر: المعالج والرام والهارد ديسك والجي بي يو او كارت الشاشه. حلو. انا بقى السي بي يو ده، اكيد سمعت بقى حاجات قبل كده زي ايه؟ والله يقول لك والله اللابتوب ده مثلا اي 5 11 الصبح 11700 اتش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه معنى حرف من كل دول؟ اولا المعالجات، في شركه مشهوره جدا بتعمل المعالجات اسمها ايه؟ اسمها انتل. دي اللي بتعمل اغلب المعالجات. في شركه ثانيه برضو اسمها اي ام دي، ليها نظام تسميه مختلف غير ده. طيب اي 5 ده ممكن اتخيل الموضوع كانه عربيه، في عربيات بتبقى فيها اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه، وهكذا. طيب نفس الكلام في المعالجات. عندنا ايه؟ عندنا اي 3 واي 5 واي 7 واي 9، صح؟ الاي 5 ده ايه؟ دي الفئه بتاعته. تمام؟ يعني الشركه بتعبر لك عن الفئه بتاعت المعالج بالرقم ده. كل ما زاد كل ما بقى احسن. يعني اي 9 احسن واحد فيهم، واقل واحد فيهم اي 3، بس لسه في تفاصيل اكتر زي الجنريشن اللي هنجيله دلوقتي. طيب ده اي 5 زي ما قلنا، دي ايه؟ فئه زي العربيات بالظبط، في فئه اولى وفئه ثانيه، في كذا فئه من نفس العربيه. طيب ايه بقى الرقم ده؟ الرقم ده بنسميه الجنريشن. بنسميه ايه؟ الجنريشن. يعني ايه؟ يعني الجيل. يعني والله مثلا العربيه دي اصدار 2013، العربيه دي اصدار 2015، كل دي اصدارات لنفس العربيه. طيب الرقم اللي بعد ده في نفس الاصدار بيبقى فيه كذا نسخه نفس الكلام ده مش بيفرق قوي على قد ما الجنريشن بيفرق، وطبعا الفئه والحرف اللي في الاخر ده. الاتش ده اختصار لهاي بيرفورمانس، ده بيكون افضلهم. تمام؟ ده بيكون افضلهم. وفي يو ده بيكون لحفايه الطاقه، يعني ده بيسموه الترا سيفنج تقريبا، الترا سيفنج باور.
ده بيكون معمول عشان يقلل استخدام الطاقه في المعالج. طيب يبقى ده المعالج. الجيل ال 11 او ال 12 او اقل من كده، ده بقى مهم جدا. يبقى الثلاث حاجات المهمه: الفئه والجنريشن واخر حرف دوت. فانت عندك اي 3 واي 5 واي 7 واي 9. انا انصح بيها ممكن تجيب الاي 7 كويس، ده ممكن يبقى شغال معاك كويس في الاول. الاي 5 كويس برضه. طيب ما انت ممكن تجيب اي 7 بس الجيل بتاعه يكون الثالث مثلا او الرابع، لا ده مش هيبقى احسن حاجه زي الباقي. مثلا الباقي تلاقيه افضل. ليه هتلاقيه افضل؟ لان الجنريشن بتاعه اعلى، فطبعا الجنريشن بيفرق معاك. طيب اي ام دي عندها تسميات تاني للمعالجات، عندها برضو رايزن 5 7 و9 وهكذا. طيب كلام زي الفل. انا كده اتكلمت عن المعالج وفي انواع منه، الشركات اللي بتنتج المعالجات دي. طيب تعالوا نتكلم بعد كده عن الرام. ممكن هنا نتكلم عن الرام. كل ده ان شاء الله هتلاقوه في السلايدات، هتلاقيها تحت في الديسكربشن. طيب نتكلم بعد كده مين؟ عن الرام. طيب الرام دي مالها؟ الرام زي ما قلنا ذاكره الوصول العشوائي، دي سريعه، اسرع بكتير من مين؟ اسرع بكتير من ده. يعني مثلا هنا عندنا ممكن توصل سرعتها مثلا ل 8000 ميجا هرتز دي دي ار 5. تمام؟ يعني ممكن تنقل البيانات اسرع بكتير، وده بقى اللي بيخليها هي اللي تقدر تتكلم مع مين؟ مع السي بي يو. ده اللي هنتكلم فيه في السلايد الجاي. ازاي العمليه بتتم؟ ازاي انت لو هتفتح لعبه مثلا زي جي تي اي مثلا، تدوس عليها الكمبيوتر دبل كليك، ايه اللي بيحصل جوه؟ تمام. الرام دي بقى لو في حاجه شغاله دلوقتي، هي دي اللي بتشغلها. كانك بالظبط كده بتحط حاجه في المكتب، بتطلعها تشتغل عليها على المكتب. انت شغال على المكتب دلوقتي، دي هي ايه؟ الرام. دي بيكون حجمها اصغر طبعا من الهارد ديسك لان هي اغلى، بتكون مساحتها قليله. انا بس عايز اشغل حاجات شغاله دلوقتي. طيب انت اكيد سمعت والله الموبايل ده 8 جيجا رام، 16 32 64. طيب في حاجه اهم بقى من الرقم نفسه، سرعه الرام ذات نفسها. يعني هتلاقي مثلا في حاجه اسمها دي دي ار 1 مثلا، في 2 في 3 في 4 في 5. كل دي ايه؟ كل دي سرعات. فدي دي ار 5 دي اسرع حاجه، وار يعني 4 اقل منها و3 اقل منها و2 اقل منها. فدي دي ار 5 دي اسرع حاجه. طيب انت ممكن تجيب مثلا دي دي ار 4 كويس. في حاجه مهمه، المذر بورد اللي لسه كنا بنتكلم عنها ورسمناها هنا كده، المذر بورد دي ما ينفعش يركب عليها، يعني مش كل المذر بوردز ينفع يركب عليها دي دي ار 5. لا، ممكن هو بس اخرها دي دي ار 3 او دي دي ار 4. فدي لازم تاخد بالك من الموضوع ده وانت بتشتري الرام. طيب طيب اتكلمنا دلوقتي عن انواعه. طيب الهارد ديسك بقى ده مساحته اكبر، ده هتلاقي مساحته كام؟ هتلاقي مساحته مثلا في الموبايلات ممكن تلاقيها 128 256 512. طبعا في اللابتوب هتلاقي عندك 1 تيرا. طبعا هنتكلم عن كل وحدات القياس دي، يعني مثلا دي جيجا بايت. هنتكلم عن الفرق بين الجيجا بايت والتيرا والميجا والكيلو بايت، وهنتكلم بعد كده ايه هو البت والباينري، كل ده ان شاء الله في الحصه الجايه. طيب دي المساحات، دي بتكون مساحات كبيره طبعا للهارد ديسك. طب ايه الاتش دي دي والاس اس دي؟ الاتش دي دي ده كان زي اسطوانه كده بتلف وتخزن البيانات، هي دايناميك، يعني هي جواها اسطوانه والاسطوانه دي بتلف وتخزن البيانات. طبعا دي قديمه وابطا. يجي الاس اس دي اسرع طبعا واغلى، فطبعا الاس اس دي بيبقى احسن من الاتش دي دي، بيفرق في السرعه. طب الجي بي يو، دلوقتي شغلت لعبه محتاجه كارت شاشه قوي، يعني اللعبه اللي انت شغلتها دي محتاجه كارت شاشه قوي، فالمعالج جواه كارت شاشه، جواه كارت شاشه داخلي، مش كلهم بس اغلبهم يعني كارت شاشه. وعامه الجي بي يو ده برده جواه معالج وجواه رامات. يعني الجي بي يو ده هتلاقي يقول لك والله الجي بي يو ده 4 جيجا او مثلا 6. تمام؟ طيب يبقى الجي بي يو ده ماله؟ كارت الشاشه ده بيعالج الرسوميات. يعني انت مثلا لو شغال في حاجه، شغال في شركه، لو نعتبر ان دي شركه وده المدير اللي بيفكر، الجي بي يو ده كانه بتاع الرسوميات، هو اللي بيرسم. طيب عايزين بقى نتكلم في حاجه مهمه جدا. انا دلوقتي فهمت خلاص ماشي، لو هشتري لابتوب خلاص فرق بين اي 3 واي 5 واي 7 واي 9، كل دي فئات زي العربيات بالظبط. والكلام ده برده في الرامات، قلنا 8 و16 والسرعه بينهم دي دي ار 4 ودي دي ار 5 والكلام ده كله. والجي بي يو ممكن تبدا بايه؟ ممكن اي 5، ممكن تبدا باي 5 او اي 7. اهم حاجه الجنريشن، وزي ما قلت لكم الحرف الاخير. والرامات ممكن 16. كارت الشاشه ده على حسب، يعني على حسب انت الفلوس اللي معاك، البادجت اللي معاك قد ايه تقدر تدفعها.
طيب احنا مش هنحتاج كارت شاشه دلوقتي، كارت شاشه مش ضروري بالنسبه لنا. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في حاجه مهمه، ازاي بيشتغلوا مع بعض. يعني ازاي الاجزاء اللي قلناها دي بتشتغل. يعني انت دلوقتي ادي اللعبه، ادي جي تي اي، تمام. جي تي اي انت عملت ايه؟ جيت كده وعملت دبل كليك عليها. ايه اللي حصل في الكمبيوتر؟ اللي حصل في الكمبيوتر لما انت دوست على جي تي اي دي، والله الكمبيوتر راح. جي تي اي دي الاول متخزنه فين؟ متخزنه في الهارد ديسك اللي قلنا ايه؟ اللي ممكن يبقى اتش دي دي او اس اس دي، صح؟ طيب الهارد ديسك ده ماله؟ هيوديها فين؟ هل هيقدر يروح المعالج على طول؟ لا. الهارد ديسك ده مش هيقدر يروح للمعالج على طول. الهارد ديسك ده هيروح للسي بي يو على طول؟ لا، مش هيقدر. امال الهارد ديسك يقدر يروح لمين؟ الهارد ديسك هيودي الكلام ده لمين؟ للرام. ليه هيوديها للرام؟ زي ما قلت لك الرام دي اسرع. يعني الرام دي اسرع من مين؟ اسرع من الهارد ديسك. طيب يعني الرام دي هي مين؟ هي اللي تقدر تتكلم السي بي يو. فالهارد ديسك هيوديها للرام، والرام دي بعد كده هي اللي هتكلم مين؟ السي بي يو. ليه؟ لان السي بي يو اسرع فهي اسرع من الهارد ديسك بكتير. اسف، الرام اسرع من الهارد ديسك بكتير. فالرام هي اللي هتقدر تكلم مين؟ هي اللي هتقدر تكلم السي بي يو. طيب الرام دي زي ما قلنا ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى مثلا 4 أو 8 16، صح؟ طب في حاجة مهمة، هل هما بيتكلموا على طول؟ قال لك لا، في بين الرام والسي بي يو حاجة اسمها الكاش ميموري. اسمها ايه؟ اسمها الكاش ميموري. طيب كل ما الكاش ميموري دي بقت اكبر، كل ما بقى احسن. ليه؟ اقدر انفذ انا عمليات اكتر. يعني الرام بتبعت لهنا، ببعت لها بيانات، تمام، بعت البيانات للرام، هتخزنها في الكاش ميموري. هي دي الحلقه الوسيطه بينهم، وبعد كده تروح للسي بي يو. كل ما الكاش ميموري دي بقت اكبر، كل ما السرعه بتاعته هتزيد، سرعه تنفيذ المهام اللي انت عايزها هتزيد. طب انت راجل مشغل جي تي اي بقى، ومشغل مثلا معاك اغاني وشغال عادي، طب يبقى انت كده عندك ايه؟ عندك رام اكبر واقوى، عندك ايه؟ عندك سي بي يو اقوى، تمام، والكاش ميموري عندك اكيد برضه يكون كويس. طب في سؤال، لو انا دلوقتي قفلت الجهاز، تمام، وفتح عليه شويه حاجات، وجيت افتحه تاني، عملت له شوت داون فتحته تاني، الحاجات اللي على الرام دي تفضل موجوده؟ لا، هتطير. ليه؟ لان قلنا دي مؤقته. دي ايه؟ مؤقته. يعني ايه مؤقته؟ يعني تشتغل الحاجات اللي انا شغالها دلوقتي. طيب وقلنا الهارد ديسك، يعني مثلا لو فتحته هل هلاقي جي تي 8 فتحت؟ لا، الاقيها زي ما هي لسه موجوده. ليه؟ لان الهارد ديسك ده المساحه بتاعته دائمه، يعني على طول، الا لو انا ايه بقى؟ الا لو انا لقيت مساحتها بنفسي، يعني ما عملوش ديليت، مساحتها بنفسي. طيب يبقى قلنا دي مؤقته ودي دائمه، وفهمنا ازاي. يعني مهم جدا تكون فهمت الرسمه دي، مهم جدا تكون فهمت ان انت لازم يكون عندك الاول هارد ديسك مش بيقدر يتكلم مع السي بي يو. يعني الهارد ديسك ده مش هيعرف يتكلم مع السي بي يو، ده كده مش هيعرف يتكلم مع السي بي يو. ليه مش عارف يتكلم مع السي بي يو؟ لان هو بطيء، ابطا منه. لكن مين اللي يقدر يتكلم مع الرام تقدر تتكلم مع السي بي يو، لان هي ايه؟ لانها سريعه. طيب وقلنا الرام، بين الرام والسي بي يو في حاجه اسمها كاش ميموري. طيب ممكن نرجع للسلايدات. طبعا ده اتكلمنا عنه، اتكلمنا الكورس ده لمين والمكونات، واتكلمنا عن الاوبريتنج سيستم. هنتكلم دلوقتي عن البرمجه، يعني ايه كلمه برمجه، والفروقات، الحاجات اللي بتلخبط الناس. اتكلمنا عن كل الحاجات دي، هتلاقوا ان شاء الله الكلام ده في الديسكربشن. واتكلمنا عن الفرق بين الداتا والانفورميشن، ان هي معلومات زي ما قلنا موضوع الدرجات. بعد كده اتكلمنا عن النولج، وفي الاخر ان في ديسيشن اقدر اخد القرار ده. وده كذا مثال تقدروا تقولوه. طيب زي ما قلت لكم الدرجات الخام اللي ملهاش معنى، بعد كده بقيت انفورميشن، معلومه، قدرت امسك باترن معين او نمط، في الاخر اقدر اخد ديسيشن، اقدر اخد قرار. طيب زي ما قلت لكم هدف من الكمبيوتر تحويل ارقام خام الى قرارات ذكيه. طيب الهاردوير والسوفت وير قلنا الفرق ما بينهم، وقلنا كل الامثله دي، وامثله على الهاردوير والسوفت وير.
فكنا بنتكلم ان هو مكون من هاردوير وسوفت وير، ده كنا لسه شارحينه. وقلنا الهاردوير دي الاجزاء الملموسه اللي داخل الكمبيوتر زي الشاشه او الكيبورد او الماوس او السي بي يو. السي بي يو ده بيكون قطعه صغيره قد كده، هو ده العقل بتاع الكمبيوتر كله. طيب السوفت وير قلنا زي الاوبريتنج سيستم زي الويندوز او واتساب ابلكيشن او الالعاب او البراوزر اللي انت فاتحه. كل دول بيمانج العمليه دي. خد بالكم مين؟ السي بي يو هو اللي بيمانج كل ده. لو حد عنده كمبيوتر يقدر يدوس كليك يمين من تحت كده في البار اللي تحت تاسك مانجر، هيفتح لك كل الحاجات المفتوحه دلوقتي. طيب وقلنا بعد كده الهاردوير هو ممكن ملموس، سوفت وير لا. ده زي امثله عليه، ده بنصلحه، دي حاجات فيزيكال نقدر نمسكها بايدينا. وده زي الجسم، وده اشبه بروح الانسان يعني هو السوفت وير. طيب واني اهم قلنا ده ما ينفعش يشتغل غير ده. يعني انت لو ماسك في ايدك موبايل بدون سوفت وير كده ماسك حديده ملهاش اي لازمه، ما تقدرش تشتغل بيها حاجه. طيب واتكلمنا عن المذر بورد، هي دي اللي شايله كل حاجه، هي اللي شايله السي بي يو، هي اللي شايله السي بي يو والرام. دي اتكلمنا عنها وان هي سريعه. ده الكلام اللي قلناه ان مؤقته وتحت المباراه مفتوحه. طيب اتكلمنا عن الاستورج، المساحه نفسها الثابته، وقلنا فيه اتش دي دي واس اس دي. واتكلمنا عن الجي بي يو اللي هو كارت الشاشه، والكيبورد والماوس كل دي انبوت، والمونيتور ده اوتبوت طلع بيانات، والباور سبلاي والنتورك كارد ده كارت الشبكه هو اللي بيخليك تلقط الواي فاي والكلام ده كله. طيب ازاي كل ده بيشتغل مع بعضه؟ قلنا ان في اللعبه نفسها بتبقى متخزنه على الستورج او الهارد ديسك بتاعك. بعد كده بتروح للرام لان هو السريع. قلنا الاس اس دي او الاتش دي دي اللي هو الهارد ديسك ما ينفعش يشتغل على السي بي يو. هو مثلا ضرب مثال بلعبه فيفا مثلا، انت هنا ما ينفعش تروح على طول من السي بي يو من الهارد ديسك تروح للسي بي يو على طول لان ده بطيء ما يقدرش يكلم ده. امال يكلم الرام، والرام هي اللي تروح تكلم مين؟ السي بي يو. طيب والسي بي يو بعد كده يروح الكاش ميموري، قلنا دي الوسيط بينهم الاثنين المفروض، يعني المفروض الكاش دي تكون بين الرام والسي بي يو. والجي بي يو كارت الشاشه بعد كده بيعرض النتيجه على المونيتور او الشاشه. طيب فدي الرسمه. الكاش ده اسرع حاجه فيهم، يعني لو حد قال لك انهي اسرع، الكاش ولا الرام؟ الكاش ده اسرع حاجه فيهم كلهم. وقلنا كل ما الكاش ده يزيد عمليه تنفيذ المهمه دي بتبقى اسرع من ان هو يبقى قليل. طيب دي امثله يعني هيمثل، لو مثلنا يعني الكمبيوتر من جوه كانه مكتب يعني. فالمكتب نفسه هيكون الرام، تحط عليه ملفات بشكل مؤقت. والمانجر ده او اللي بيدير كل حاجه هو السي بي يو. طيب والكاش دوت الادوات القريبه من المدير اللي بيستخدمها. والفنان او الارتست ده هو الجي بي يو كارت الشاشه. تمام. واتكلمنا عن الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. وقلنا الانظمه دي كلها اتكلمنا عنها كلها، اكيد كلكم عارفينها، الويندوز واللينكس والماك او اس. طيب نيجي بقى لاهم حاجه، دي موضوعنا اللي انت دافع اصلا عشان ايه هي البرمجه. طيب ممكن نجيب الوايت بورد من هنا. فكل ده كنا بنتكلم عن الكمبيوتر نفسه شغال ازاي. طيب هل هو بيقدر يشغل الكلام ده لنفسه ولا لازم في حد يبرمجه على كده؟ بالظبط، لازم حد يبرمجه على كده عشان يقدر ينفذ الكلام ده. ده بقى اللي خلينا نتكلم عن يعني ايه كلمه بروجرامنج. في ناس بتلخبط بينها وبين البروجرامنج لانجويجز، يعني لغه البرمجه، يعني من اسمها يعني programming languages. طيب ايه بقى البروجرامنج ده؟ انا دلوقتي عرفنا الكمبيوتر شغال ازاي، مكون من ايه، ازاي هما شغالين مع بعض. طيب الاوامر بقى اديها له، انا عايزه ينفذ تاسك معينه. الكمبيوتر زي ما انتم عارفين حاجه شغاله بالكهرباء، حاجه شغاله بالايه؟ بالكهرباء، يعني دخل لها تيار من الكهرباء وشغاله بيه بس بكل بساطه. طيب يعني ازاي بقى يفهم لغتنا؟ يعني دلوقتي عايز اقول له اطبع كلمه معينه، عايز اقول له اطبع احمد على الشاشه، عايز اقول له اطبع كلمه احمد على الشاشه. هل هو يفهمني؟ مش يقدر يفهمني. يعني لو قلت له كده زي ما انا بتكلم اطبع كلمه احمد على الشاشه مش هيفهمني. طيب امال هنعمل ايه عشان اخليه يطبع اللي انا عايزه او ينفذ اللي انا عايزه؟ قال لك والله احنا هنعمل حاجه اسمها لغات البرمجه. طب قبل لغات البرمجه، يعني ايه اصلا برمجه؟ قال لك البروجرامنج ده
ان انت تقول له الخطوات اللي انت عايز تعملها بشكل معين. عايز اقول له خطوات مرتبه. يعني مثلا انا قدامي روبوت اهو، افترض ان ده روبوت، تمام؟ عايز اعلمه يجيب لي كوبايه ميه، تمام؟ انا دلوقتي اعلمه كده ازاي؟ هقول له كوبايه ميه، هات لي كوبايه ميه، مش هيتحرك. لازم اعمل له ايه؟ ادي له الانستراكشنز او خطوات محدده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم اديله خطوات هو يمشي عليها، هو مش عارف يتصرف من نفسه. لازم اقول له الاول اتحرك لقدام، بعد كده خش يمين شمال، روح للمطبخ، امسك الكوبايه، ارفعها، حط الميه. لازم اقول له خطوات محدده، ما اسيبش ولا تفصيله غير وانا قايلها له. هو مش عارف ينفذ غير كده. ده بيسموه الالجوريزم. ده بيسموه ايه؟ الالجوريزم. يعني ايه كلمه الجوريزم؟ ممكن تحس ان دي صعبه كلمه الجوريزم، يعني خوارزميه وحاجه صعبه والكلام ده كله. لا، الجوريزم يعني خطوات محدده انا محددها له عشان ينفذ تاسك معينه. فالبرمجه ايه؟ انا بدي اوامر للكمبيوتر، تمام، بشكل محدد وبخطوات محدده. فلو حد قال لك الجوريزم انت فهمت يعني ايه؟ والله دي خطوات محدده عشان انفذ ايه؟ تاسك معين، بس لازم تكون محدده ومرتبه. تمام. طيب يبقى البروجرامنج ده قلنا يعني برمجه، والبرمجه دي انا عشان اقدر اتواصل مع الاله عملوا لي بقى تول استخدمها، اللي هي مين؟ اللي تاخدنا في الكلام عن مين؟ عن البروجرامنج لانجويجز، لغات البرمجه. طيب بروجرام لانجويجز اللي هي لغات البرمجه دي عباره عن ايه؟ دي لغه وسيطه. لغه وسيطه البني ادم ممكن يعرف يكتبها بنفسه، لان احنا الكمبيوتر ده قلنا حاجه شغاله بالايه؟ بالكهرباء. طيب كهرباء يعني ايه؟ يعني كام احتمال؟ الكوبس بتاع النور اللي قدامك ده، الكوبس بتاع النور ده فيه كام احتمال؟ يا اون يا اوف، صح؟ في احتمالين، فده داخل له كهرباء، يا اون يا اوف. حلو. هفهمه انا بقى ازاي الكلام ده. قال لك والله الاون دي اللي هي هنرمز لها ب1، الاوف دي بزيرو. يبقى تعال بصوا، امسح كل ده وهنبدا من الاول بقى. انا دلوقتي عايز اتكلم عن البرمجه بشكل عام. البرمجه، وفهمت ان الكمبيوتر مش بيفهم غير اون واوف، او ايه، اكتبها بخط كبير كده، مش بيفهم غير 1، لون مختلف كمان، مش بيفهم غير 1 و0. طيب انا بقى ال1 وال0 ده عشان اقول له اكتب لي رساله معينه، عايز اقول له مثلا يكتب هالو. ازاي اخلي كلمه هالو دي تتكتب على الشاشه وهو مش بيفهم غير 1 و0؟ لازم حل الموضوع ده. قال لك خلاص هنعمل حاجه اسمها ايه؟ هنعمل حاجه اسمها بروجرامنج لانجويجز. هنعمل حاجه اسمها ايه؟ بروجرامنج لانجويجز. يعني هنعمل حاجه اسمها لغات برمجه. طب لغات البرمجه دي هتعمل ايه؟ قال لك لغات البرمجه دي هي اللي هتكون الوسيط. وسيط بين مين؟ بيني وبين الكمبيوتر. يعني مثلا لغات البرمجه ممكن اكيد سمعت عن لغه اسمها سي بلس بلس، سمعت عن بايثون، صح؟ سمعت عن السي شارب. كل دي لغات برمجه. لو انسان من بره عارف شويه انجلش هيقدر يفهم البايثون دي شغاله ازاي. يعني البايثون هنا مثلا لما احب اظهر كتابه يعني رساله على الشاشه بقول برنت اللي انا عايزه على طول. بني ادم فاهم اهو، جه حد بس فاهم انجلش فهم معنى الكلمه دي. طيب انا دلوقتي الكلمات دي، يعني مثلا عايز اقول له برنت هالو، اطبع كلمه هالو. ازاي هتتحول ل 0 1؟ انت عارف هالو دي اصلا كام 0 1؟ الاتش لوحدها دي ممكن تعمل لها 8 0 1. فازاي بقى احول كلمه برنت هالو دي ل 1 و0؟ هتتحول لالاف ال1 وال0 جنب بعض. مين بقى اللي بيقوم بالمهمه دي؟ حاجه اسمها الكومبايلر. حاجه اسمها ايه؟ الكومبايلر. يعني ايه كومبايلر؟ يعني مترجم. انا والله في حاجه مش فاهمها، صح؟ زي كلمه برنت هالو، مش انا اللي فاهمها، الكمبيوتر مش فاهمها. طيب هنجيب مترجم يقف في النص يترجم الكلام ده لايه؟ 1 و0. طيب همسح كل ده، نقول من الاول، نقول تاني. يبقى انا دلوقتي عايز اكتب على الشاشه يظهر لي كلمه هالو. البرامج الكبيره تبقى عايز تفكير قبلها. يعني انا مثلا عايز انفذ برنامج معين، حد جالك زي ما قلنا في مثال المخزن اللي في اول الحصه، حد قال لك انا عايز اعمل نظام للمخزن بتاعي. انت كمبرمج لازم تفكر ازاي تعمل له نظام زي ده. فانت اول حاجه بتعملها بايه؟ في مشكله. في ايه؟ في مشكله. طيب المشكله دي مالها؟ لازم افكر لها في حل، صح؟
المشكله دي عايزه ايه؟ عايزه خطوات، انا لسه ما كتبتش كود. طيب انت عارف عشان تطلع على الخطوات دي لازم تحلل المشكله، لازم هنا يكون في تحليل للمشكله، صح؟ عشان اطلع الخطوات، ومن الخطوات دي زي ما قلنا اللي هي الالجوريزم، ابدا بعد كده اختار ايه لغه البرمجه المناسبه للحاجه اللي انا عايز اعملها. اختار الايه؟ اختار البروجرامنج لانجويج او لغه البرمجه اللي انا ايه؟ اللي انا هستخدمها. وبعد كده في الاخر خالص اكتب الايه؟ اكتب الكود. يبقى الكود ده ايه؟ الكود ده هو الحاجه اللي انا بكتبها على الاخر، اخر خطوه خالص هي الكود. كل دي خطوات قبلها. طيب ودي خطوات طويله، يعني دي اصلا اللي بتفرق حد. دلوقتي الاي اي على فكره بيعرف يكتب كود عادي جدا، وبيعرف يفكر في دول، بس يفرق يعني يفرق مبرمج عن التاني الخطوات اللي قبل كتابه الكود. طيب بعد كده انا دلوقتي عايز اكتب كلمه هالو دي، كتبت والله بالبايثون مثلا برنت هالو مثلا، تمام. بعد ما كتبت برنت هالو عملت ايه بقى؟ كتبتها فين الاول؟ كتبتها في الكومبايلر، في المترجم. طيب الكومبايلر بقى هياخد الكلام ده اللي هي برنت هالو دي وياخده فين؟ ياخده يحوله للماشين ايه؟ الماشين لانجوج. يعني ايه الكلام ده؟ يحوله للغه الاله، لغه يفهمها الاله اللي هي ايه؟ زي ما قلت لكم 1 و 0 عباره عن كومباينيشن او تركيبه من ال1 والزيروز، حاجه تفهمها الكمبيوتر. الكلام ده يخش ايه؟ يخش على السي بي يو، صح؟ زي ما حكينا. يعني لعبه زي جي تي اي دي مليانه حسابات، يعني فيها كميه ايكويشنز وحسابات كتيره جدا. السي بي يو يروح معالجها، وبعد ما يعالجها يعرضها لي فين؟ يعرضها لي على المونيتور بتاعي او الشاشه بتاعتي. تمام؟ فانا كده فهمت الفرق بين برمجه، يعني برمجه، يعني لغه برمجه، يعني كود. طيب عرفت برمجه ويعني لغه برمجه ويعني كود. عايزين نعمل ايه بعد كده؟ ان شاء الله المره الجايه هناخد ايه هو نظام الباينري ده وازاي شغال. وسمعنا برضو كم لغه برمجه دلوقتي، يعني سمعنا دلوقتي من شويه لغه مثلا زي السي بلس بلس، وسمعنا البايثون، وسمعنا السي شارب، واكيد سمعتوا قبل كده مثلا عن الجافا سكريبت، وسمعتوا عن الجافا بس، والاثنين دول مختلفين عن بعض، يعني دي مالهاش علاقه بدي اصلا. طيب كل دي لغات سمعنا عنها. دلوقتي بقى نتكلم عن نرجع بس للسلايدات. اتكلمنا عن ايه هي البرمجه. هنا هتلاقي امثله كويسه، وده مثال الروبوت اللي قلت لكم عليه، كنت لسه حكيت لكم عليه. طيب وايه الفرق بين البروجرامينج والبروجرامينج لانجويج؟ بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الكود والكومبايلر بيحول الماشين لانجويج، بعد كده في سي بي يو، بعد كده اوتبوت. هتلاقوا البي دي اف ده تحت. وزي مثال هنا مكتوب برنت هالو وورلد، الرساله انا عايز اطبعها بلغه زي سي بلس بلس، بيختلف في حاجه معينه، دي ممكن اكلمكم عنها دلوقتي قبل ما نشوف المجالات اللي ممكن تتخصص فيها ان شاء الله. طيب خلينا نضرب مثال اكتر يبين لنا الفرق بين لغات البرمجه. يعني مثلا ممكن تلاقي حد كاتب كود بسي بلس بلس، حد كاتب ببايثون، حد كاتبه تاني بسي شارب، كلهم بيعملوا نفس الوظيفه لكن في حاجه مختلفه. خلينا نضرب مثال بالسواقه. انا مثلا دلوقتي اتعلمت السواقه، تمام؟ اتعلمت السواقه مثلا على عربيه مانيوال، وليكن مثلا اتعلمت على عربيه نوعها هيونداي مثلا، وبعد كده سوقت عربيه مرسيدس، يعني ان شاء الله ربنا كرمك وجبت عربيه مرسيدس، تمام؟ او سوقت على عربيه تاني بي ام دبليو. هل في مختلف؟ يعني هل في حاجه مختلفه؟ لا. طب ما انت متعلم السواقه، تقدر تسوق ايه؟ اي عربيه، نفس الكلام بالظبط. في اساسيات، في ايه؟ في اساسيات، في اساسيات. ما انا الاساسيات دي؟ الاساسيات دي هي اللي بتحدد هتقدر تتعلم اي لغه تانية ولا لا. تمام، يبقى انا عندي بيزكس، مفاهيم ثابته زي مثلا اللوبس، اف كونديشن، لسه هنعرف الكلام ده كله. الحاجات دي مالها؟ الحاجات دي ثابته في كل لغات البرمجه، هتلاقي كلها. ايه بقى اللي بيختلف؟ بيختلف حاجه اسمها السنتكس. يعني ايه الكلام ده؟ يختلف معايا حاجه اسمها السنتكس. طيب ايه السنتكس ده؟ طريقه الكتابه نفس بالظبط لغه البشر. يعني انت دلوقتي في البشر في صيني وفي عربي وفي انجلش وفي فرنش، في طريقه كتابه مختلفه. فانت مجرد ما تتعلم البيزكس او الاساسيات مش بتتعلم سنتكس. السنتكس
ده اسهل حاجه وابسط حاجه، ممكن تاخد فيه مثلا شهر وتتعلمه. لكن ايه اللي بيطول وايه المهم؟ البيزكس. ليه؟ لو اتعلمت البيزكس زي بقول لك السواقه بالظبط، اتعلمت السواقه مثلا عربيه مانيوال خلاص تقدر تسوق اي عربيه مانيوال ثانيه. نفس الكلام في لغات البرمجه، انت اتعلمت البيزكس مثلا بسي بلس بلس، تمام، اتعلمتها ببايثون، اتعلمتها باي حاجه ثاني، بعد كده تقدر تعمل ايه؟ تقدر والله مثلا من سي بلس بلس بعدها بشويه، مش كتير يعني، مثلا تقعد شهرين ولا حاجه او اقل كمان تتعلم ايه؟ بايثون. ليه؟ لان انت عندك البيزكس قبل كده، عندك مين؟ عندك البيزكس قبل كده مالها قويه، فبالتالي اي لغه برمجه تاني بعد كده، انت مثلا بدات ببايثون، بدات بسي بلس بلس، كلهم هتاخد منهم ايه؟ البيزكس. بعد كده هيبقى باقي لك تتعلم مين؟ باقي لك تتعلم السنتكس اللي هو اسهل حاجه. انت ما بتتعلمش سنتكس، انت وانت بتتعلم برمجه مش بتتعلم سنتكس. سنتكس ده اخر حاجه. يعني زي ما قلت لكم مثلا في السي بلس بلس، عايز اطبع رساله على الشاشه، كتبت ايه؟ كتبت سي اوت، وبعمل العلامه دي، وبعمل دبل كوتس للعلامه دي، وحط سيمي كولوم في الاخر. مش مهم تفهم الكلام ده دلوقتي. دي طريقه طباعه حاجه على الشاشه في السي بلس بلس. طيب في البايثون، في البايثون والله انا بكتب ايه؟ بكتب برنت، كلمه برنت وبس، واكتب هنا اللي انا عايز اطبعها على الشاشه. فايه الصعوبه نفسها؟ مش في السنتكس على قد ما هي في البيزكس، انت تفهمها كويس، تستوعب الكلام ده كويس عشان يبقى سهل بالنسبه لك ايه بعد كده. نرجع نكمل كلامنا بقى بعد ما انا ان شاء الله هنكمل في الكورس التاسيسي ده مع بعض، وهتعرف المجال ده مناسب ليك ولا لا، هل انت حابب تكمل في حاجه زي كده ولا لا. نعرف دلوقتي ايه المجالات اللي ممكن تشتغل فيها. يعني هل البرمجه دي مجال واحد؟ هل هو خلاص انا اشتغل مبرمج هروح اهكر بقى الناس واشتغل في السايبر سيكيورتي؟ ده مجال واحد، والسايبر سيكيورتي عامه في كذا مجال مش مجال واحد بس. طيب هنتكلم دلوقتي عن شويه مجالات، شويه مجالات مش كل المجالات. اول مجال عندنا طبعا الويب ديفلوبمنت. اكيد كلكم قبل كده شفتوا موقع واتعاملتوا عليه، اي بلاتفورم، الفيسبوك مثلا، الانستجرام، اي موقع، المصري اليوم، اليوم السابع، كل دي مالها مواقع. مين عملهم؟ ويب ديفلوبر. الويب ديفلوبمنت هم دول اللي بيبنوا الموقع، تمام. ده تراك لوحده. الويب ديفلوبمنت ده في ناس بتبقى تشتغل فرونت اند، تصمم الواجهه اللي من بره اللي ظاهره لك، وفي ناس شغاله في الباك اند اللي ورا، في ناس اسمها فول ستاك، دول بيعملوا الاثنين مع بعض، تمام. ده طبعا عليه طلب كبير. الاي اي بدا يزاحمه شويه، لكن الشاطر فيه لسه بيشتغل عادي. طيب في الموبايل ديفلوبمنت، انت مثلا دلوقتي راجل عايز تعمل ابلكيشن، جالك مثلا مدرس او جالك مثلا دكتور قال لك انا عايز اعمل ابلكيشن انظم بيه العياده بتاعتي، تقدر من خلال الموبايل ديفلوبمنت او تطوير الموبايل تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل له ابلكيشن شغال على الاندرويد وشغال على الاي او اس. في لغات برمجه اسمها كروس بلاتفورم، تمام، ممكن نكلمكم عنها سريعا. الكروس بلاتفورم او لغات البرمجه اللي شغاله على كذا بلاتفورم في نفس الوقت، في لغات برمجه اسمها كروس بلاتفورم. دلوقتي كتبت كود واحد بس، تمام، زي فلاتر، زي فلاتر كده، تمام. الفلاتر دي مالها؟ الفلاتر دي انت بتكتب كود واحد بس، تمام، ويشتغل على الاندرويد او الاي او اس. عكس لغات تانية، مثلا في لغات زي الكوتلين، في لغه برمجه زي الكوتلين، واحنا قلنا لغات البرمجه دي مجرد اختلاف ايه؟ مجرد اختلاف سينتاكس. انت طالما عندك البيزكس بتاعت واحده منهم خلاص. طيب الكوتلين دي مالها؟ دي لغه برمجه بس مالها؟ شغاله الاندرويد بس، شغاله الايه؟ الاندرويد بس، شغاله الاندرويد بس. طيب كان عندنا لغه برمجه ثانيه اسمها سويفت، دي شغاله لمين؟ الاي او اس بس. حلو كده؟ طيب يبقى كوتلين كانت الاندرويد والسويفت الاي او اس. فانا دلوقتي لو واحد عايز الابلكيشن بتاعي يشتغل هنا وهنا، هدفع لده فلوس وهدفع لده فلوس. طب قال لك خلاص ممكن تستخدم فلاتر. مالها فلاتر؟ والله فلاتر دي هكتب كود واحد بس ويشتغل على الايه؟ على الاندرويد والاي او اس. ممكن تتعلم حاجه زي كده وتدخلك مرتب كويس جدا. طيب نقدر نشوف مجالات تاني، نقدر بعد كده نشوف طبعا اكتر حاجه دلوقتي الناس كلها سمعت عنها، مفيش حد بيتكلم غير عنها، هي مين؟ artificial intelligence او الذكاء الاصطناعي. ده بقى لوحده في كميه مجالات مش طبيعيه. طبعا هتسمع عن داتا ساينتست، يعني راجل عالم بيانات، ده بيقدر يعمل بريدكشن، يقدر يعمل توقع. يعني مثلا يخش شركه عندك يقول لك والله انا حللت البيانات بتاعتك واديتها لاي اي يتدرب عليها، وقدرت اقول لك ان انت والله بعد سنتين او ثلاثه هيحصل كذا. فممكن تجهز له من دلوقتي، او بعد سنتين او ثلاثه تقدر تطور حاجه معينه وتشتغل عليها. طيب ده الارتفيشال انتليجنس، ده في كميه مجالات مش طبيعيه، ممكن نتكلم عنها ان شاء الله مع الحصص. في طبعا السايبر سيكيورتي، لو حد مثلا عايز يعمل، وطبعا في اثنين، في ريد تيم وفي بلو تيم.
الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتدافع وهكذا. ممكن تقروا رسالته وتعرفوا عنه اكتر، وطبعا تسيرش عن الموضوع. يعني لازم اهم حاجه في المجال ده اللي هتقعد تعملها طول عمرك ان شاء الله ودخلته، ان انت تبحث وتدور بنفسك. يعني مش هتكتفي ان انت تسمع المعلومه من حد واحد، لا انت هتبحث وتدور بنفسك، وده لازم تعمله وتدرب عليه من دلوقتي. طيب السوفت وير انجينير ده بيبني بقى النظام نفسه، بس معقد شويه، كومبليكيتد. يعني ده طبعا بيكون عنده برنسبلز مختلفه، وعنده الراجل متطور اكتر. يعني الويب ديفلوبر ممكن بعد وقت يبقى سوفت وير انجينير. وطبعا الجيم ديفلوبمنت، حد عايز يعمل لعبه زي فيفا، زي بيس، زي جي تي اي، كل ده في الجيم ديفلوبمنت. وطبعا ده عالم كبير برضو، كل ده كل تخصص من دول جواه تفاصيل كتيره جدا. في طبعا الكلاود كومبيوتنج، طبعا كلكم سمعتوا قبل كده ان مثلا الداتا بتاعت شركه معينه اتسرقت، الداتا دي بتبقى متخزنه في ايه؟ في كلاود او سحابه. الكلام ده كله بيعوز مانجمنت. انا بس بحاول اوريكم كميه البيانات الموجوده. داتا ساينس ده يعتبر تبع الاي اي، ده بيحول البيانات لرؤيه وتنبؤات زي ما قلت لكم، ده يعتبر تحت الاي اي برضه. طيب الديف اوبس ده ممكن برضه فيه كلام كتير، بس يعني هو حلقه بسيطه. بيجهز الانفايرمنت اللي هيعمل عليها ببلش للموقع بتاعك قبل ما تعمل الببلش. الكلام ده داخل فيه اوتوميشن اكتر، وفي تفاصيل كتيره، بس المهم ده مجال مهم ومطلوب دلوقتي، بس مطلوب لما تعملوا انتجريشن مع الاي اي اكتر. فكل المجالات اللي فاتت دي عامه ممكن ندخل معاها الاي اي. طبعا المستقبل بتاع البروجرامنج زي ما لسه قايل لكم، الاي اي افري وير، في كل مكان. يعني الاي اي داخل في كل المجالات دي. الاوتوميشن طبعا دي الاتمته دلوقتي، انت ممكن تستبدل اي موظف عندك باوتوميشن يعمل كل المهام. لو هي ريبيتيتيف، لو هي بتكررها، تبدلها باوتوميشن تعمله. وده ملخص للمحاضره بتاعتنا النهارده. ليه الكمبيوتر اخترعناه، والاجزاء المهمه اللي فيه، وازاي شغالين مع بعض. واتكلمنا عن الداتا والانفورميشن والنولج والديسيشن، واتكلمنا عن الهاردوير والسوفت وير واجزاء الكمبيوتر، وبقيت تعرف ترشح لحد لابتوب على اساس الامكانيات اللي انت سمعتها منه وعلى حسب الفلوس اللي معاه. وبعد كده في الاخر اتكلمنا عن لغات البرمجه، وان الموضوع كله اختلاف سنتكس مش اكتر، واهم حاجه العقليه بتاعتك والبيزكس اللي عندك. وفي الاخر اتكلمنا عن مستقبل الوظائف. يعني اتكلمنا والله انت ممكن تشتغل في كذا مجال. البرمجه دي او مجال البروجرامينج مش مجال واحد بس، مجالات كتيره، وكل مجال جوه تفاصيل اكتر. بس وشكرا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وان شاء الله الحصه الجايه نتكلم عن حاجات اكتر. دي كانت حصه خفيفه، رجعنا فيها على حاجات سريعه، ممكن كتير منكم يكون عارفها، بس مش كلكم عارفها بالشكل الكافي. في ناس مش عارفاها خالص، فحابين نبدا من الاول، وان شاء الله الحصه الجايه تكون مفيده اكتر ليكم. السلام عليكم.